لضيوف العيد كل عام وانتم بخير. الغريبة سهلة وغير مكلفة مقارنة مع بقية الحلويات. سموها غريبة لأنهم كانوا ياخدوها معاهم على الغربة وعلى السفر، خصوصا في موسم الحج، لأنه فيها السمنة بتحافظ عليها ما تنشف وما تعفن ومشبعة بنفس الوقت. وحتى نحصل على هذا الشكل خلينا نشوف الطريقة. بدنا كوب سمنة يكون مش سائل، يكون هيك، وتلتين كوب سكر ناعم، و2 كوب طحين أو أكتر، ممكن نحتاج أكتر حسب الطقس. وبدنا ملعقة فانيلا اختياري، ملعقة الفانيلا. بدي أضيف هلأ السمنة بهذا الشكل، ما بدي إياها تكون سايحة، بخفقها اختياري، ممكن ما تخفقوها براحتكم. بتضيفوا عليها 2 كوب من سكر الناعم. إذا كترتوا سكر رح تفرش معكم كتير الغريبة خلال الخبز، فانتبهوا إنه السكر رح يكون أقل من كمية السمنة بشوي. ونفس عيار الكاسة اللي بنعير فيها، كوب سمنة 2 كوب سكر ناعم، بنخفقهم بهاي الخفاقة اليدوية أو بالملعقة براحتكم. طبعا بالخلاط لا، ما بصير بالخلاط. وبدنا هلأ نضيف كوب طحين. هذا الكوب الأول ممكن إني أخفقه بالخفاقة اليدوية، لكن الكوب الثاني رح يكون صعب، فعلشان هيك رح أعجنه في إيدي. طبعا بدنا هلأ نحاول مع ملعقة الفانيلا اختياري إنه نخلي السمنة والسكر يختلطوا مع الطحين بشكل يعني متجانس من جميع الجهات، حتى نشوف إذا بتحتاج بدها طحين كمان أو لا. لأنه بدي أورجيكم هلأ كيف بدها تكون القوام، اللي ما تكون طرية كتير. هلأ أنا بعد ما عجنتها بدي أخذ منها قطعة، بدي أشوف كيف إذا كانها مناسبة أو لا. بدي أضيف ذرة ملح. الملح بعطي تجانس لكل الحلويات. هلأ لما شفتها هيك لقيتها إنها شوي طرية، بحاجة لكمان طحين. بدي أضيف نصف كوب طحين حتى تكون معي شوي متماسكة أكتر، حتى ما تسيحي كتير معنا بالخبز. بهذا الشكل هيك بتكون طرية وبنفس الوقت متماسكة. قطعتها كم قطعة على أساس إنه أضمن إنه أنا عجنتها منيح. كل قطعة بحاول إني كتير أخلطها، وبالآخر كلهم بخلطهم مع بعض. وبدي أغطيها وأحطها بالثلاجة نص ساعة، هذا بيساعدنا كتير. ممكن تستخدموا ورق زبدة فوق الصينية وممكن لا، لأنه هي ما رح تلتصق. هاي غطاية أزازة عصير حتى ناخد أقراص متساوية، وإذا بتقدروا إنه تعملوها في إيديكم بيكون كتير أسرع وأفضل. هلأ بدي أحاول أعملها كرات، ما بدنا نبسطها مثل المعجنات، لأنه سمنتها كتيرة خلال الخبز رح تفرش معانا شوي. وبدنا نخلي مسافة بين القرص والتاني لأنه رح يكبر حجمه خلال الخبز. طبعا إيش متوفر عندكم بالنسبة إنه تحطوا على وجه كل قرص مثلا حبة صنوبر، حبة لوز، حبة فستق حلبي، المتوفر عندكم. بضغطة خفيفة بنحط بنصف كل قرص حبة، وما بنخمرها، وما فيها خميرة وما فيها بيكنج باودر أبدا، بصير تشققات إذا ضفنا بيكنج باودر أو خميرة. هلأ بدي أحمل الفرن يكون حامي كتير، بعديها بوطيه وبخليها بس تنفش وتحمر شوي من أسفل كل قرص، يكون شوي محمر، ما بدنا إياها تكون حمراء، وما بدنا نعملها على الوجه النار، بس هيك تنفش معانا. وما نمسكها أبدا إلا لما تبرد بالفرن حرارة متوسطة حوالي 3 ساعة. وبكرر كمان مرة إنه الغريبة ما بنحط لها مي، ما بنحط لها بيكنج باودر أو خميرة أبدا، بتضلها هيك متماسكة ومظبوطة، لأنها السمنة هي أصلا بتخمر الحلويات. عقبت عليكم بالعافية. تحياتي عريب العزيزة، إلى اللقاء.